وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، من هو القحطاني؟ خروج القحطاني، ما هي الأدلة؟ أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يخرج رجل من قحطان في آخر الزمان يدين له الناس بالطاعة والولاء ويجتمعون عليه، وذلك عند تغير الزمان. ولهذا ذكر الإمام البخاري رحمه الله حديث القحطاني في باب تغير الزمان، ذكره مسلم رحمه الله في كتاب الفتن وأشراط الساعة. قال عليه الصلاة والسلام: لا تقوم الساعة حتى يخرج رجل من قحطان يسوق الناس بعصاه. يسوق الناس بعصاه كناية عن قوته، وأن الناس استقاموا عليه وانعقدوا عليه واتفقوا عليه، وهذه كناية عن طاعة الناس له ورضوخهم لأمره كما قال العلماء. بعضهم قال القحطاني هو الجهجاه، لكن غير صحيح، ليس القحطاني هو الجهجاه، فإن القحطاني المذكور في الحديث من الأحرار، لأن نسبه إلى قحطان، وها قحطان أصلا من حمير من أنساب أهل اليمن، من حمير وكندة وهمدان وغيرهم. أما الجهجاه فهو من الموالي. وجاء في حديث أحمد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يذهب الليل والنهار حتى يملك رجل من الموالي يقال له الجهجاه. فالجهجاه رجل غير القحطاني. والذي يظهر والله أعلم أن القحطاني مسلم يحملهم على الدين، مسلم، ويكون في آخر الزمان في زمان الفتن، كما دل على ذلك فقه البخاري ومسلم رحمهما الله في وضع الحديث تحت الفتن وآخر الزمان.